كل التوفيق لمنتخبنا الوطني العراقي في مباراته يوم الثلاثاء امام الشقيق الاماراتي. ان شاء الله ان شاء الله الفوز عراقي. اللاعبين ما عليكم اي لوم، اذا فزتوا او خسرتوا قدمتوا مستوى عالي في مباراه ابو ظبي، ان شاء الله تقدمون نفس المستوى واعلى وتفوزون. ولكن اليوم مباراه البرتغال وارمينيا، البرتغال انطرد رونالدو في مباراه ايرلندا وخسروا 2-0، كان لازم يفوزون بهذه المباراه، فازوا 9-1. وايضا مباراه ايرلندا والمجر، ايرلندا خارجه من التصفيات وما تروح ملحق، المجر يتاهلون 2-2 تعادل يتاهلون. بالثواني الاخيره جابوا هدف الفوز وتاهلوا الى الملحق مو الى كاس العالم. ولكن لعبوا مباراه بطوليه يعني كانما يلعبون كاس العالم. وايضا المنتخب البرتغالي انفجر وانتفض على ارمينيا وفاز 9-1، رقم جدا خيالي. فنريد هذه طريقه اللعب، ما عليكم اي لوم، خسرتوا فزتوا ما عليكم اي لوم، قدمتوا مستوى، قدموا مستوى بالبصره بهذه الطريقه اللي قدم بها البرتغال. وايضا ايرلندا والمجر، المجر طبعا يعني قدموا مستوى جدا عالي ومستواهم الفني افضل من ايرلندا، ولكن اصرار ايرلندا اهلهم للملحق المؤهل الى كاس العالم.